على وجه الأرض، وستستعمل ذكاءك لتجعل منك سيدا على باقي المخلوقات، وستعيش حياة جميلة لعمارة الأرض، وستعيش حياة طولها 20 سنة. فقال الإنسان: سأكون إنسانا لأعيش 20 سنة فقط، هذا قليل جدا. أريد 30 سنة التي لم يرغب بها الحمار، و15 سنة التي لم يرغب بها الكلب، و10 سنوات التي لم يرغب بها القرد. فكان له ما أراد، ومنذ ذلك الزمان والإنسان يعيش 20 سنة كإنسان حتى يتزوج، 30 سنة كالحمار، يكد ويعمل من طلوع الشمس لمغربها، ويحمل الأثقال على ظهره. وبعدها عندما يكبر الأبناء يعيش 15 عاما كالكلب، يحرس المنزل ويغلق الأبواب والكهرباء، ويأكل أقل الطعام أو من الفضلات التي يتركها أبناؤه. بعدها عندما يشيخ ويتقاعد يعيش 10 سنوات كالقرد، يتنقل من بيت لبيت، ومن ابن لآخر، أو من بنت لأخرى، يعمل الخدمة